السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشيبة والمثل والند والنظير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجمعنا به وأن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد شرف الله هذا الشهر الكريم شهر رمضان العظيم المبارك بأن أنزل الله تعالى فيه أعظم كتبه. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومدح الله من يتلونه فقال: إن الذين يتلونه كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وبين الله جل وعلا تزكيته لأولئك الذين يحفظونه، فقال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن
يرفع صاحبه في الدنيا وينفعه يوم القيامة. فأما رفعه في الدنيا فلقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كرامة أهل القرآن باهتمامه بهم وتعظيمه لشأنهم وإكرامهم من دون سائر الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ينفع صاحبه يوم القيامة، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقانا من طير حجان عن أصحابهما. رواه مسلم. وبين عليه الصلاة والسلام أن الرفعة يوم القيامة تكون بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وأبو داود. أيها المسلمون، لقد تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سواء في رمضان أو في غير رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه التابعون يهتمون بالقرآن تلاوة ومراجعة وتدبرا، وكانوا يهتمون به في رمضان أكثر من اهتمامهم به في غيره. بل إن جبريل عليه السلام كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان. لم يذكر إنه ينزل عليه في شهر محرم لمدارسة القرآن كاملا أو ينزل عليه في شهر شعبان أو شوال، وإنما جاء الحديث أنه ينزل عليه في شهر رمضان يراجع معه القرآن، يدارسه القرآن حتى
حتى إذا كان الرمضان الأخير له عليه الصلاة والسلام الذي توفى بعده بأشهر، نزل إليه جبريل عليه السلام فراجع معه القرآن ودارسه معه مرتين في رمضان واحد، رواه مسلم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن طول أيامه ويهتم به اهتماما عظيما في شهر رمضان. ولقد أدرك السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان سرا عظيما القرآن، فطاروا بعجائبه وعاشوا موعظته، وفي المواسم الفاضلة يزداد التعلق به ويشتد التسابق إلى قراءته. فإذا قرأت في سيرهم وجدت أن الواحد منهم كان يقرأ في رمضان الشيء الكثير، حتى أنك لتعجب هل يستطيع أن يصنع ذلك؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه الناس يختالون. وكان الزهري رحمة الله عليه إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على القرآن. وقال عبد الرازق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا فيه التلاوة والإخلاص لله وحده. أقول ما تسمعون، واستغفر الله الجليل العظيم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن صار على نهجه واقتدى واقتفى أثره
واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن القرآن الكريم كما أن لقراءة القرآن الكريم فضلا وأجرا، فإن لقراءة القرآن الكريم آدابا. فمن آداب قراءة القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألا يقرأ لأجل أن يثنى عليه أو لأجل أن يمدح الناس تلاوته أو كثرة قراءته أو أن يمدح الناس صوته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث قال الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا قارئا للقرآن فيجاء به فيسأله الله تعالى عن عمله فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته للناس، فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما قرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار عياذا بالله. فالإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى إذا قرأ ليرجو رحمة الله تعالى رضوانه والأجر المترتب على تلاوة القرآن. ومن آداب القرآن أن يتغنى به، أن يرتله وأن يحسن صوته بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم، رواه ابن ماجه. فمن السنة إذا قرأت أن تحاول أن تتغنى به، أن ترتله، فإن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. له أجر التلاوة وأجر المشقة التي تصيبه أيها المسلمون. ننبه إلى أن بعض الناس إذا نظرت إليه وهو يقرأ القرآن وجدت أنه يمسك المصحف ولا يحرك شفتيه، وإنما يمر بعينيه فقط على الآيات، فتظن أحيانا أنه لا يقرأ، تظن أنه يفكر، ثم تفاجئ أنه فتح الصفحة، بمعنى أنه قرأ صفحة كاملة وذهب إلى التي بعدها، وهذا لا يعتبر تلاوة. فإن التلاوة لا بد أن تجري على اللسان الأحرف والألفاظ. أما من كان يمسك المصحف ثم يمر بعينيه فقط على الآيات، فهذا كمثل الذي يبحث عن آية معينة أو كلمة معينة، أو يريد أن يراجع حفظه
أما من يريد الأجر كل حرف بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. فلا بد أن يحرص على أن ينطق بالألفاظ نطقا صحيحا حتى يصح له أنه قرأ القرآن. ومن آداب القرآن أيها الصائمون أن تقرأ قراءة صحيحة، وليس عيبا أن يجلس المرء إلى من يعلمه. وغالبا الأخطاء التي يخطئ فيها الناس أثناء التلاوة تتكرر في الصور، إما لم يلتزم بحركات التشكيل من رفع وخفض وفتح وما شابه ذلك، أو أنه ربما بعض مخارج الحروف غير واضحة، فلا تحتاج أن تقرأ القرآن كاملا على من يعلمك. فإن فعلت فهو حسن، لكن على الأقل اقرأ عليه ولو 10 دقائق أو ربع ساعة ينبهك على الأخطاء الرئيسية التي تقع منك، فإذا انتبهت إليها في بقية تلاوتك استقام اللسان معك إلى آخره. ولذلك كان الصحابة يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بين يديه القرآن ليصوبه، أي ليصلح له الأخطاء لو وقع في شيء من الأخطاء. ومن آداب القرآن أيها الصائمون أن تحرص على تضبط ألفاظ أثناء قراءتك، تضبط ألفاظك أثناء قراءتك. ومن آدابه تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. أن تنادي ولدك وتقول له اقرأ لأجل أن تصحح لك أو لأجل أن أصحح لك. أن تنادي من شئت من الناس لأجل أن تعلمه القرآن حتى ولو لم يطلب منك ذلك، فإنك بلا شك على خير. ومن آداب القرآن تدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. من يتدبر القرآن، من تدبر القرآن أن تنظر في الآيات ولو أمسك الإنسان المصحف الذي في حواشيه بعض المعاني، فإذا قرأ مثلا في جيدها حبل من مسد ينظر ما هو المسد فيقرأ معناه الله الصمد فيقرأ معناها ونحو ذلك. فإذا مر على كلمة لم يفهمها حرص على أن يتعلم معناها بقراءة المعنى حتى يستوعب كلام الله تعالى الذي أنزله على عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن.
اللهم اجعل القرآن لنا صاحبا في الدنيا وشفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن لنا صاحبا في الدنيا وشافعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله ينفعنا ويرفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته ويتدبرونه ويؤمنون به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوبه جنتك، وعمنا جميعا بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أبدل خوفهم أمنا. اللهم داوي جراحهم. اللهم فك أسرهم. اللهم اغن فقراءهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا.